السلام ديالي بخير. انا جينا لهاديك لاجونس ديال امريكان ترونسبور اللي كاينه في البرنوسي يصيفط لها الباكاج. احنا دابا راه غندخلوا لها باش ناخذ داك الصاك ان شاء الله. السلعه وصلات الحمد لله الخوت المغرب. اللي مصيفط شي سلعه من امريكا للمغرب يجيبها لاكارت ناسيونال ويجي يهز السلعه ديالو. المهم الخوت كيبقاو تعاودوا لي نفس الاسئله من عند دوك الناس اللي باغيين يصيفطوا السلعه من امريكا للمغرب. بالنسبه للثمن $4.5 للكيلو، داخله فيها الديوانه، داخل فيها كلشي. تعرف حتى غير تلقى السلعه ديالك في المغرب على حساب المدينه اللي ساكن فيها. الا كنتي ساكن كمثال في الجديده غتمشي للساتيام ديال الجديده، غتعطيهم لاكارت ناسيونال ديالك وغتهز السلعه ديالك. الا كنتي باغي تصيفط شي بيكالا الكتريك ولا شي تليفون ولا شي طابليط ولا اي حاجه الكترونيك، ضروري خاصك تشاور معاهم وغيقولوا لك الثمن بشحال. يا اما غتدخل للويب سايت ديالهم، هو غنخليه لكم لتحت، وغتشوف الثمن ديال داكشي اللي باغي تصيفط. ويا اما غتصيفط لهم في التليفون ديال الخدمه ديالهم في واحد الواتساب، كتصيفط لهم غير التصويره ديال داكشي اللي باغي تصيفط وكيصيفطوا لك الثمن، وديك الساعه تشوف حتى واش مسلكك ولا ما مسلككش. بالنسبه للوقت اللي كتوصل فيه السلعه للمغرب ما بين 3 السيمانات حتى لشهر. غير هو خاصك تشاور معاه وتقول ليه امتى غيخرج الباطو من امريكا للمغرب، ماشي غير تعطيه السلعه وتحسب شهر. راه خاصك تعرف امتى غيخرج الباطو، ومنين يخرج الباطو ديك الساعه تحسب شهر، غتعرف سلعتك كاينه في المغرب. وراه الحمد لله السلعه وصلت للناس ما مقيوسه ما ناقصه ما حتى شي حاجه. راه السيد عنده 20 عام ديال الاكسبيريونس في اوروب، وراه انا كنصيفط معاه. المهم اللي عنده شي سؤال الخوت ما ذكرناش الجواب ديالو خليه لنا في الكومونتيرات ونحاولوا نجاوبوه. وتهلاو في راسكم ونشوفكم في شي فيديو اخر.